أهلا بحضراتكم معانا في فيديوهات ممثلين زمان ونجومنا الخالدي. هنتكلم النهاردة الممثل الراحل صلاح عبد الحميد. صلاح عبد الحميد هو ممثل مصري بدأ التمثيل في نهاية ثمانينات القرن العشرين وتوقف في بداية الألفية الثالثة. شارك في العديد من الأعمال الفنية وقام بدور رؤى الأهوجي والزينية وامرأة من زمن الحب فيلم المشاغب. الفنان صلاح عبد الحميد مرصود ليه أكتر من 60 عمل فني شارك فيهم. هنذكر منهم في عام 1980 قام بالمشاركة في مسلسل أنف وثلاث عيون، كان بيعمل شخصية الممرض، وعمل شخصية علي في مسلسل الوجه الآخر عام 1987، وقدم في مسلسل ليالي الحلمية شخصية فاروق سنة 1989. وفي عام 1989 أيضا شارك في فيلم فضيحة العمر ومسلسل بنات زينب. أما في عام 1990 فكان ليه أعمال كتير، منهم ليالي الحلمية الجزء الثالث، مسلسل الوصية، وفيلم النصاب والكلب، وفيلم الملك لله، وفيلم السقوط. الممثل صلاح عبد الحميد تاريخ وفاته هو 29 نوفمبر عام 2017. صلاح عبد الحميد وممثلين زمان ونجومنا الخالدي.